ايه ده، انت غيرتي الديكور؟ 6 شهور عشان تعرفي بقالك قد ايه ما جيتيش. يلا تعالي. الدنيا بتجري بسرعه قوي. احكي لي بقى، ايه اللي خلاكي تقطعي كل ده؟ ولا اقول لك استني، مش انت قررتي تجيلي كدكتوره؟ يلا بقى نسجل. ما انا قلت لك. لا، انت قلتي لي في الجامعه واللي بنقوله بره مختلف تماما عن اللي بيتقال هنا. انا قابلت رحيم، وهو ده الموضوع اللي عايزه اكلمك فيه. كلمي في كل اللي انت عايزاه. فاكره لما رحيم اتسجن ازاي الاعلام استلمني وطلع عليا خطيبه اكبر مهرب في مصر؟ انت فاكره حالتي كانت عامله ازاي وقتها؟ طبعا فاكره، ده السبب اللي خلانا نعرف بعض اصلا. انا كنت بكره رحيم وقتها، قلت لك كنت حاسه ان هو السبب في كل اللي حصل لي. كنت بكرهه كمان عشان ما كانش جنبي في اكتر وقت انا محتاجاه فيه. اتاكدت من ده اول ما شفته تاني. عارفه كان نفسي اقول له بحبك وحشتني ما تسيبنيش. طب ما قلتيش كده ليه؟ عشان مش عايزه احبه. ليه؟ عشان اول ما اتعرفت على رحيم كان مجرد رجل اعمال وعنده نفوذ وصيت وكده، بس بعد الثوره بقى بالنسبه لكل الناس بلطجي وحرامي. ففكرت كده بيني وبين نفسي، ازاي انا ممكن اتجوز راجل زي ده؟ كل ده فكرتي فيه اول ما شفتيه؟ لا، فكرت في كده اول ما عرفت انه خرج. وما فكرتيش فيه قبل كده؟ أزبل واحد فيهم سايب. فاكر لما كان عامل حبيبي وصاحبي ولازقلي في كل حتة؟ أول ما دخلت أنت السجن الوشوش كلها قلبت. كله من تحت راس سامي، هو اللي قوى قلبهم. ورق الضد اللي كنت ماسكه عليهم معهولهم وقبض. الفنادق والشركات بقت بتاعت أمينة